السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا النهاردة مجلس إدارة النادي الأهلي أصدر قرار بتولي كابتن ياسين منصور، خليه كابتن بقى، والكابتن سيد أبو حفيظ ملف كرة القدم في النادي الأهلي وتأسيس البيت من جديد. صح، أنا كل خوفي إن الحوارات اللي بتحصل دلوقتي والأخبار هنا وهنا 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 ومدرب جاي ولاعيب جاي والكلام ده تأثر على اللعيبة الموجودة في الست مباريات اللي بقى لنا في الدوري. مش ناقصين احنا حتى لو وصلنا تاني انا راضي، بس نلعب في بطولة افريقيا عشان نلحق نوصل كاس عالم 29، مع ان البطولة السنة دي اسهل من بتاعة السنة اللي فاتت. اوضحها لك، احنا السنة اللي فاتت كنا طالعين الدور الثاني 6 مباريات، كان بيراميدز سابقنا ب3 والزمالك كان بره البطولة خالص، والمباراة بتاعته كانت بيراميدز كان حاططها في جيبه، دي معروفة قدام الكل، الزملكاوية عارفينها والاهلاوية عارفينها. السنة دي الزمالك ند مع بيراميدز، مش هيسيب لبيراميدز انه يفوز عليه، واقل تقدير ممكن الزمالك يتعادل مع بيراميدز، وهيبقى المواجهتين المباشرتين هيبقى الزمالك فايز ومتعادل، هتبقى في مصلحة الزمالك. احنا السنة دي الزمالك كتف في كتف مع بيراميدز، مش هيسيب له حاجة. احنا السنة اللي فاتت كان لنا 6 مباريات، انسحبنا قدام الزمالك عشان محمود بسيوني، لعبنا 5 مباريات، ال5 مباريات خدنا فيهم 15 بونت. بيراميدز خد ايه؟ فاز على الزمالك وفاز على سيراميكا الماتش الاخير باللعيبه اللي كانت اعاره من بيراميدز لسيراميكا، كان اسلام عيسى واحمد رضا محمد رضا بوب والواد اللي جنوب افريقي ده اللي اسمه مش فاكر. المهم بيراميدز فاز على الزمالك وفاز على سيراميكا وتعادل مع المصري، كده 3 مباريات، خد منهم كام؟ 7 نقط، واتغلب 3 مباريات من فاركو والبنك الاهلي والاهلي خد الدوري. حتى بعد ما خد من الاهلي اخر الموسم اتخصم الاهلي 3 نقط، الاهلي برضه خد الدوري. السنه دي سهله لان انت متاخر عن ده وده 3 نقط. ان فزنا على بيراميدز 2-0 باذن الله، وممكن باذن الله لو ربنا سهل، احنا شفنا بيراميدز الزمالك عامل فيه ايه، ولو فزنا على الزمالك احنا كده كده فايزين على الزمالك في الدور الاولاني، بس نفوز على الزمالك عشان نعادل النقط مع الزمالك. ماشي، فانا بتكلم دلوقتي ان كل الاهلاويه الكبار كمان زي شوبير وزي والعالم اللي بتطلع بس بتملى هوا، يقول لك ان في اخبار ان رامي ربيعه هيرجع واكرم توفيق هيرجع وحمدي فتحي هيرجع. حمدي فتحي هيرجع يعمل ايه؟ حمدي فتحي بياخد له 100 مليون هناك في قطر، هيرجع يعمل لك ايه؟ وهيرجع يلعب فين؟ حمدي فتحي كبر. انا بتكلم دلوقتي على الواد رامي واكرم. رامي مشي، انا عندي رامي مشي بكرامه احسن من مسام ابو علي، اللي النهارده في صور كتير نازله انه خد فيلا في فالم هيلز بتاعت ياسين منصور والحكايه والروايه وبتاع، واحتمال يرجع تاني. انت لو بصيت محمد عبد المنعم مشي بنفس طريقه وسام ابو علي وابن النادي، ورمضان صبحي برضه مشي بنفس الطريقه مع محمود طاهر وراح الدوري الانجليزي، والاهلي رجع رمضان وبقينا هنبيض عشان يجي، ودلوقتي بعد برضه محمد عبد المنعم لوى دراعنا وراح احترف وما وفقش في الاحتراف، هنبيض عشان نجيب، وقبل مره وسام يرجع وحتى مش هيتحسب اجنبي. فانا بتكلم اللي بيقول لك بناء البيت، يقول لك هنجيب اكرم ورامي. اكرم ما بيلعبش في الدوري القطري، بيلعب هي كلها 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعه، ورامي سنه بسن ياسر ابراهيم، هتجيب رامي يعمل ايه تاني؟ وبعدين رامي هناك بياخد له 1,800,000، يعني 100 بياخد زي الواد حمدي فتحي بياخد 100 مليون مصري، هيرجع يعمل لك ايه؟ ورامي هو اللي طلبه منك السنه، عاوز 40 مليون، اما شاف ان انت عمال تفرق على زيزو وتريزيجيه وتفرق هنا اكنك قاعد بتفرق كوتشينه، فقال لك انا عاوز، انت قلت له لا، فراح شاف مصلحته، مع ان انا ما بحبش رامي. يبقى ده رامي واكرم. اكرم لو بيلعب هناك في قطر
كان زمانه اتصاب وجاله صليبي زي الواد كريم فؤاد. ما هما الاثنين، ده كان يجي له صليبي من هنا وده يلحقه من هنا. وسبحانك يا رب الواد كريم فؤاد ده وشه عليه القبول، هو الواد اسمه محمد محمود. زي ما يكون فلوس الكوره دي حرام وربنا عاوز يبعدهم عنها، اقسم بالله ما فلتش من الناس اللي هي الحلوه دي غير ابو تريكه، ان ربنا كرمه وكمل وما حصلوش اصابات. محمد محمود وكريم فؤاد الاثنين وش عليهم قبول الدنيا بحالها. فده اكرم لو جه هيعمل ايه اكرم؟ هيعمل ايه اكرم؟ انت عايزين نبني البيت من اساس، اللي تبني العماره صح عشان ما تقعش، عشان ما تقعش تاني زي ما وقعت السنه دي بسبب الكابتن اللي كان حاطط ايده في جيبه البنطلون. بسبب الكابتن حاجات بسيطه خالص فرقت معانا، فرقت معانا. كنت جبت بديل لوسام، كنت جبت مدافع بيعرف يطلع بالكوره، وكنت جبت حامد حمدان، مع ان انا زهقت في كلام عن حامد حمدان. فدلوقتي بيقول لك فايلر اللي جاي. فايلر ايه؟ واللي خلق فايلر ما خلقش غيره. وبعدين احنا شفنا فايلر ماشي، كان بيقدم كره هجوميه وبتاع والكلام ده، واخد الفريق 10/10 من وكانت اللعيبه 10/10، وظفها انها تلعب هجوم، ما كانش فيه لعب بالعرض جنب بعض ولا بيرجع بالكره ولا الكلام ده، ما فيش مشكله. بس انت لو رجعت الفايلر لعب اسوأ مباراه للنادي الاهلي قدام الزمالك، مباراه 3-1. الواد اسامه فيصل لما نزل كان لسه شبل، كان لسه ناشئ، نزل في الاخر الاهلي كان رايح يجيب الجون الثاني يتعادل، راح اترد، راح الواد حاطط الجون الثالث. المباراه دي كانت بتاعه بادجي اللي حط كورتين في العرض، وكان حظ ابو جبل، كان حظه نار في المباراه دي. بس انت تبص لطريقه اللعب عامل زي ما يكون بتلعب، يعني انت عندك الطياره بجناحين، احنا كان عندنا الجناح اليمين ما كانش بيلعب بيه خالص، ما كانش عندنا حد يمت اليمين، كان كله يمت الشمال. والاهلي بيلعب يمكن بخمسه اتفرج على المباراه، ما كانش الاهلي ليه طرف يمين بيلعب في المباراه دي. انا بقول الواد اللي اسمه جوزيه جوميز ده افضل واحد يجي للنادي الاهلي. البرتغاليين كلهم دماغهم كوره. انت شفنا كلنا اللي اسمه فريرا كان كبير في السن ازاي، وعمل من الفسيخ شربات مع الزمالك. يجي جوزيه جوميز النهارده في بوست كاتبه، فواحد بيقول لي يا عم سيد فايلر، قلت له يا ابن فايلر مين؟ احسن واحد يجي في الوقت ده جوزيه جوميز. ردوا عليا الزملكاويه، انت يا عم سيد ما حرمتش من الزملكاويه، انت مش، قلت له يا ابني ما احنا انا كارتيرون اللي راح الزمالك 3 مرات. اول ما جه مصر كان في وادي دجله، كان ماسك مازيمبي وخد بيهم بطوله افريقيا، وراح وادي دجله فاز على الاهلي هنا، حتى الاهلي كان ضغطه 90 دقيقه، وفي اخر دقيقه كره مرتده وفاز على النادي الاهلي كارتيرون. والاهلي ما كانش هيجيب كارتيرون، كان هيجيب الواد ده برضه اللي اسمه جوزيه جوميز ده، بس تركي الشيخ كان في اختلاف مع الخطيب، خده ومسكوا النادي بتاعه اللي هو في اسبانيا عشان يعاند الخطيب. وكان كل الاهلي ما يجي يتعاقد مع مدرب CV كبير تركي الشيخ يخنق في السنه اللي كان ما يعلم بقى الا ربنا دي. فجبنا كارتيرون، وكارتيرون وصل بينا بطوله افريقيا اللي هي البطوله كانت بتاعت وليد سليمان، اللي كان يشوط وهو ماشي يجيبها جون يمين شمال بالدماغ، كانت بتاعت وليد، بس ربنا ما وفقش في الاخر. مش هنعيد في الكلام. الزمالك خد كارتيرون من الاهلي 3 مرات، راح الزمالك مره ومشي، ومره ثانيه ومشي، ومره ثالثه ومشي. بسيرو اللي كان الاهلي ماسكه ايام محمود طاهر، اللي كان ماسك الاهلي ايام محمود طاهر، اللي جاله عقد البورتو البرتغالي وقعد يعيط انا عاوز امشي، وهو بسيرو دفع للنادي الاهلي شرط الجزاء 3 شهور. ادي تاني مدرب هولمان اللي كان ماسك الاهلي زمان ايام الواد هشام حنفي والعيال دي. الزمالك جو برضه فشل. انت كده خدتوا 3 مدربين، الاهلي ايه يعني ما خد؟ وهو لسه انا ما اعرفش خده ولا ما خدوش، ولا الاهلي هيجيبه ولا مش هيجيبه، بس انا ببص على العقول، عايزين نفتح دماغنا شويه يعني كده في عقد احتراف. وبعدين قبل ال3 مدربين ده، انت لو افتكرت او رجعت بره، انت عندك 5 بطولات افريقيه، الجوهري جايب لك منهم واحده، محمود الجوهري جايب لك منهم واحده. قدام كوتوكو كانت بطوله يعني كانت ولاده متعثره ضربات الجزاء. يعني انت الجوهري في 3، ولسه جوزيه جوميز جه عشان تقول له لا يا سيدي احنا مش عايزين لعيبه ثانيه من الزمالك، مش عايزين لعيبه ثانيه من الزمالك. احنا لو اهتمينا بقطاع الناشئين عندنا هنطلع متعب تاني، وهنطلع حسام غالي تاني، وحسام عاشور تاني، وهنطلع لعيبه من قطاع النادي الاهلي. بس ننتبه
لقطاع الناشئين ده، وسيبنا من الوساطه والخرا، وكل واحد عنده عيل يجيبه يلعب على حساب واحد بيكون موهوب عنه، وده يخش مكان عيال موهوبه. كان عندك ابراهيم عادل جه عندك عمل اختبارات ما قبلش، محمود صابر ما قبلش، اللي احنا هنبيض على الاثنين احسن اثنين لعيبه في مصر. محمود صابر ما يقلش عن عبد الله السعيد ايام ما كان عبد الله السعيد في مجده وهو صغير. وديك الواد ابراهيم عادل عمال نعمل حوارات ونروح اسيا ونروح افريقيا ونروح اوروبا علشان نجيب مع ابراهيم عادل. يا ريت نهتم بقطاع الناشئين. وال احنا عندنا اعراض كريستو، رضا سليم، اشرف داري. يا ريت الثلاثه دول نخلص منهم مع نهايه الموسم، تخلص منهم بالتراضي، تخلص منهم تدفع فلوسهم بس بعيد عن فلوس النادي الاهلي. الثلاثه دول. وانت دلوقتي عندك كام؟ مش يعني سيبك من الثلاثه دول خلاص، يبقى احنا عندنا ايه؟ الخمسه الموجودين. عايزين نشوف ايه اللي يصلح وايه اللي ما يكملش. ومصلحه النادي الاهلي ده كابتن خطيب، او الواد طاهر ابو زيد، ومحمود صالح، وربيع ياسين، وكانوا واخدين كاس مصر. كان طاهر ابو زيد السبب في كاس مصر في الفاول اللي شاط على الزمالك. الاهلي استغنى عنه علشان كان عاوز ينزل السن ويجيب شباب، وعاوز يجيب ناس جعانه كوره. انت عندك كده في المحترفين كده، مش ده كده ماشي. ديانج مش هيجدد معاك، كده اتنين. بن شرقي لو شايف نفسه عاوز يتكل على الله يتكل، كده تلاتة. بن رمضان ما ظهرش بمستواه، ادي 4. والواد بالعمري مش معقول ان انت هتجيبه من شهرين 3 وهتمشيه، يبقى موجود عندنا بالعمري. جيب 4 اجانب، تشوف انهي مكان محتاج الاجانب. انت عندك عاوز لعيب افريقي او لعيب لاتيني او لعيب مغربي يكون سيرد باك، بيلعب بالهيد صح، بيلعب بالدماغ صح، وبيعرف يخرج بالكره صح. ده كان عندك بدر بنون كان بيلعب بالدماغ وكان بيخرج بالكره صح، بس انت مشيته في سبيل انه كان بيروح يهني لعيبه المغرب والكلام ده. كان عنده ولاء قوي للمغرب، وده ما يزعلش، بس مشيته. عايزين لعيب نفس الطراز ده. عايز تجيب زين الدين بالعيد، هات زين الدين بالعيد، يبقى يلعب مع شويه اللعيبه اللي عندنا في الدفاع. وجيب لاعب نص ملعب بلاي ميكر يكون من امريكا اللاتينيه، اللعيبه الحريفه. وجيب معاه واد فلسطيني. انت عندك الفلسطينيين دلوقتي في الدوري المصري احسن ناس بتلعب كوره، غير حامد حمدان كمان. تشوف بتوع الزمالك ما شاء الله، الواد عدي الدباغ كان جاي مخلص كوره، دلوقتي مش ممكن. رجليه الشمال دي بتطلع صواريخ، وبيلعب برجليه اليمين، وبيلعب بالدماغ، ولاعيب كل الميزات الحلوه بتبقى عدي الدباغ. والواد التاني ادم كايد الفتره اللي بينزلها 10 على 10. ما نجيب احنا واحد راس حربه، لو انت جايب وسام نجيب معاه راس حربه فلسطيني، ونبقى وفرنا واحد اجنبي يلعب في نص الملعب. ونجيب اهم حاجه واحد بيلعب طرف يمين، يكون افريقي ولا من امريكا اللاتينيه، يكون بيلعب طرف يمين وبيلعب رجله الشمال للداخل. وتجيب عيال اللي هي ايه يعني. انت عندك محمد رضا بوبو لعيب 10 على 10. الاهلي لو كان جاب محمد رضا بوبو ما كانش جاب امام عاشور. واقسم بالله محمد رضا بوبو بيلعب كوره احسن من امام عاشور، في لما بيلعب جماعي احسن من امام عاشور. ولاد اللي اسمه محمود مرعي بتاع بيراميدز برضه عقده هيخلص، بس مش عارف يا ربي. محمود مرعي ده من افضل المدافعين في مصر، ما بيروحش المنتخب. يعني ساعات الواد اللي هو البطيخه ده اللي اسمه احمد سامي بيروح المنتخب، هو علي جبر، واللعيب ده ما بيروحش خالص. وانت عندك بالعمري تجيب عليه واحد بيلعب باك شمال زي ما الكتاب بيقول. انت كان قدامك محمد حمدي اللي راح بيراميدز دلوقتي، بس هو راح بيراميدز 6 شهور، احتمال هيجددوا له. لو لقى الاهلي هيشتروه، لو لقوا الاهلي ليه مزاج ليه هياخدوه. تجيب واحد باك شمال تاني هيبقى بديل بالعمري، وتمشي محمد شكري. والواد التاني اسمه الدبيس ده يجي والواد التاني محمد عبد الله يجي.
يجي انت بتمشي لعيبه 10/10، بس مش اشكال. ده تبقى انت بنيت البيت صح لو انت عاوز تبني البيت صح. وتجيب لعيبه اللي هي اي لعيب. او في واد اسمه اوكا، واد بيلعب في حرس الحدود، اقسم بالله كان بيلعب الزمالك برجل واحده، والله العظيم. الكره كانت مطوعاه زي امام عاشور واحد. لما يكون امام في مستواه، الواد ده كانت الكره مطوعاه احسن من امام عاشور. الواد ده كان في بيراميدز وراح الداخليه، ودلوقتي فري، وعقده هيخلص، بس هيخلص في صيف 27 الموسم الجاي. الواد ده لو جبته هيغنيك عن اي حد يتوظف بيلعب صانع لعب، وبيلعب طرف شمال، وممكن يلعب باك شمال، عامل زي الواد حامد حمدان كده، بس هو في مكانه الطرف الشمال ده ملوش حل دواء. هو محمد رضا بوبو، والواد التاني اللي اسمه محمود مرعي، ولو مهند لاشين يبقى 10/10. لو عقده هيخلص مع بيراميدز، وهو هيرحب انه يلعب للنادي الاهلي. ما هو بيراميدز خد مين؟ خد مهند، وخد محمود مرعي، وخد معاه محمد رضا بوبو. خد محمد رضا بوبو لوحده ب 100 مليون، وخد الاثنين بخمسه والاثنين ب 50، عشان الاهلي كان عاوز ياخد محمد رضا بوبو، ومودرن سبورت قالت 50 مليون، الكابتن قال لك لا. وهو كده كده محمد رضا بوبو ما ينفعش. ويا ريت الواد محمود صابر. محمود صابر عندي افيد من ابراهيم عادل كمان. محمود صابر يعني هو ما بيجددش، عمال يطلعوه اعراض، مش عارف احتمال السنه دي تبقى اخر سنه ولا فاضل له سنه. يا ريت تزق عليه. هو بيلعب في زد ولا بيلعب في زد، ان زد يتعاقد معاه وتجيبه. محمود صابر ده هيبقى الفاكهه بتاعت الفريق، هيبقى الفاكهه بتاعت الفريق. لكن انت عندنا، انت مهما يكون عندك لعيبه. وبعدين دلوقتي انت عندك كم معلم في الفرقه؟ عندك تريزيجيه معلم، ومعلم كبير كمان. امام ابو المعلمين. زيزو ما يقلش عنهم معلمه. بن شرقي كلنا شايفين، ولا بيرجع يدافع ولا بيرجع يتنيل، وبقى يلعب برعونه والكلام ده. عندك 4 معلمين في الملعب، ويضيف عليهم مين؟ الواد مروان عطيه. مروان عطيه الدنيا استراحت معاه وبقى معلم، اتضاف معاهم معلم. بيكون عندك في ارض الملعب 5 لعيبه معلمين، يعني ناس صنايعيه، اللي هو يبقى واقف عاوز ان يشتغل بايده، مفيش عمال بتناوله. بيكون صنايعي ومفيش حد بيناوله، هيعرف يشتغل مش هيعرف يشتغل. احنا عايزين نجيب عيال تكون جعانه كوره وتلعب. ده انت عندك الباك اليمين بتاع بيراميدز اللي مديه لزد ده، لو حق ربنا الواد ده هو والواد محمد ابراهيم بتاع الزمالك الباك اليمين، دول يبقوا اول وتاني في منتخب مصر. اقسم بالله، على ان الواد بتاع الزد ده بتاع بيراميدز عليه تقل دم مش ممكن، بس لعيب ملوش حل، ملوش حل. احنا عايزين باك يمين. انت عندك الواد الشيبي عامل 2 اسيست برميتين تماس. محمد هاني مش عارف يعمل اسيست برجله، الواد ده عامل 2 اسيست، جاب بيهم نقطتين زياده. كان 3-1 حرس الحدود. الاثنين اسيست بايده دول، واحده اوباما وواحده الواد مروان حمدي، يا دوبك بس حط دماغه كده. ما عندناش احنا باك يمين. كان عندنا علي معلول، وعلي معلول عامل 9، مسجل 3 اهداف وصانع 6 اهداف. واحنا عندنا كل اللي لعب يمة الشمال ما سجلش هدف اوف سايد، حتى ما تسببش في هدف اوف سايد بسبب الكابتن. الكابتن كان ليه مزاج ان علي معلول يمشي، وهو اللي كان مدي اريحيه لكولر يعمل فيه اللي عمله، وودي اريحيه للواد عماد النحاس. انا ما بحبكش يا عماد، مع انك غلبان عشان موضوع علي معلول، انك تعمل فيه كده قدام الجماهير وتلعب عليه لعيبه ما تسواش. ده انت لعبت عمر كمال عبد الواحد راجل باك شمال، وعلي معلول كان قاعد على الدكه. كان كل خوف الكابتن ان علي يلعب ويثبت نفسه، والجماهير تطالب ان ما يمشيش. وكل ده جه على دماغ النادي الاهلي. كل ده اتفرجوا على الاهداف بتاعت علي معلول. شوفوا الجون اللي جابه في الصن داونز، قاطع بالكره من يمه الشمال، ومش قاطع على الخط، ده قاطع كده، وراح حاططها في الزاويه البعيده برجله الشمال. مرهم. انت عندك المهاجم ما يعرفش يجيب اللي هو بيجيبه، اللي كان بيسجله علي معلول. وبالتوفيق للنادي الاهلي. معلش طولت عليكم، بس انا تعبان والله، انا مخنوق، فقلت اعمل فيديو افك عن نفسي. واستر علينا وعليكم ربنا يا رب العالمين.